وخلي ابن زلمه مثل وفيق صفا او غيره يوقف بوجه الجيش اللبناني. هل يريدون ان يفعلوا حرب مع الجيش اللبناني؟ يبدو انه ايران تقول لهم اذا ما قدرتوا لاسرائيل روحوا قاتلوا الجيش اللبناني. لا، فشلتوا. الجيش اللبناني هو جيش كل اللبنانيين شيعة وسنة ومسيحيين، هذا لا غبار عليه. وطبعا النسبة الكبرى بالجيش اللبناني من الشيعة الموالين للدولة لمنطق الدولة، فإذا هذه الخطابات الرنانة أصبحت من الماضي ولا يمكن أن تبني دولة. الحزب اليوم هو أكبر ضرب لموقع القرار في الدولة اللبنانية اللي هو رئيس الجمهورية جوزيف عون. هن عم بيقولوا بدنا نتحاور على تسليم سلاح وعلى الاستراتيجية الدفاعية، هيك يرتبوا هذا المصطلح انه استراتيجية دفاعية. اليوم في رجل واحد بالدولة هو بيحكي باسم الدولة. انت وفيق صفا اخر همك تدافع عن لبنان، ما تقنعنا انه انت جاي تدافع عن لبنان، لانه انت بكل القرارات اللي عملتها حضرتك بالامن وبالعسكر دمرت لبنان، هي اللي نتفق عليها. فانت ما بحق لك تحكي عن لبنان وكانك انت الوصي والحامي الشرعي. اليوم انت عم تهدد شخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية. بدك تعرف تحكي وتوزن كلامك مع الرئيس جوزيف عون. جوزيف عون اليوم قائد اكبر مؤسسة عسكرية سابقا، واليوم القائد الاعلى للقوات المسلحة. والابواق اللي عم تحكي انه شو عملت الدوله اللبنانيه وشو عمل رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه صار له 3-4 اشهر بهذا القصر. الجيش اللبناني يوميا يطلع بتصريحات انه هو يسلم السلاح ويرى هذه آذن هنا او هناك.